الله يا أخوة، يعني ما نستطيع نقول بأننا نطلب العلم لله إلا نرجو ذلك، وإلا والله ما نستطيع الحق. قد يكون تطلب العلم لشهوة نفسك محبة للعلم، وقد تكون تطلب العلم لشيء آخر. وإذا صدقت مع الله في أنك تريد الدار الآخرة سيوفقك في يوم من الأيام أن يكون العلم له. قال بعض السلف: والله ما ظننت يعني أو ما طلبت العلم يوم لله، أو ما أعرف أني طلبت العلم يوم لله. قال الذهبي: وأنا كذلك. والله تدبرت هذه العبارة اليوم، يعني صحيح ما تستطيع تجزم أنك طلبته لله، يعني أن هذا طلبته لله. قد تحضر الدرس لرغبة في نفسك، تحب العلم، تحب الشيخ، تحب هذا الدرس، تريد إتقان هذا الدرس. وأحيانا تدرس هذا الكتاب لماذا؟ من أجل تقول أفتي به. هذا يعني النية مدخولة. عندما تتعلم العلم من أجل أن تفتي به، تحفظ رياض الصالحين من أجل تخطب به، وهذا الذي يدخلنا كثيرا. ما أظن يسلم أحد يقول أحفظ القرآن من أجل يسهل علي الاستدلال وكذا وكذا، وذاك يقول أحفظ رياض الصالحين من أجل أن أخطب به، وهذا يقول قد تصدرنا للفتوى نأخذ أبواب الفقه من أجل أن نفتي الناس. وإن كان هذه الأمور لو أخلص فيها الإنسان يعني فيها بركة، لكن لله، تطلب العلم لله عبادة، كما تدخل في صلاتك على نية أنها لله، تذهب في طلب العلم وتجلس الدروس وتقرأ هذا الكتاب وتراجع هذا الكتاب على أنها عبادة لله عز وجل. كم من كلام السلف طلبنا العلم غير الله، يخبرون عن أنفسهم وهم أعلم منا وأتقى لله منا وأعلم بالشرع. وهكذا لما كنا نتأمل ذلك الحديث: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. يا أخوة، أحيانا قد تطيع أباك وأمك بر على أساس يعني ألا يحصل عليك العقوق، أو على أساس ألا مثلا تحرم الأجر، أو على عدة أمور، لكن هكذا لله. انظر أبناء بجانبه ما أعطاهم، مع أنه لو أعطاهم غير معاب لا شرعا ولا قدرا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يصلح القلوب والأبدان والأعمال والأفعال.